اللي قدامنا ده حسين السيد. أيوة، الشاعر الكبير حسين السيد ألف أغاني كتير جدا، أشهرهم غنوة ست الحبايب، ودي ليها قصة غريبة جدا هنحكيها لكم. بادئ ذي بدء. الغنوة دي مر عليها أكتر من 60 سنة، ولحد دلوقتي تحتل الترند أثناء مناسبة عيد الأم. تحتل مكانة عالية جدا عند الجمهور المصري والعربي. غنوة جسدت المعاني الحقيقية للوفاء والمشاعر الصادقة اللي تصل للقلوب بشكل سريع. كواليس الغنوة بيرجع ليوم 20 مارس سنة 1958 تحديدا، لما الشاعر الكبير حسين السيد نسي إنه يهادي والدته هدية عيد الأم. يفتكر قبل ما يخبط على بابها في اليوم ده، قعد على الباب نسى كلمات منظمة بتحمل مشاعر صادقة منه نحو والدته. رغم إن والدته تفاعلت مع كلمات الغنوة، لكن حسين ما اكتفاش بكده. اتصل بالموسيقار محمد عبد الوهاب، بلغه باللي حصل. الموسيقار سأله عن كلمات الغنوة، وبالفعل حسين السيد قالها له. قفل السكة على كده. تاني يوم، يعني يوم 21، لقى الكلمات دي بتتغنى في الإذاعة المصرية، واللي بتغنيها مطربتنا الجميلة فايزة أحمد، وكأنها بتغنيها لأم حسين السيد ترضية لها. فرح حسين السيد جدا وسمعها لوالدته في الراديو، وكانت فرحتها لا توصف إن ابنها رضاها على الملأ. يا ريت نتذكر الحدوتة دي كل مناسبة، لأن الغنوة دي بالذات بتتذاع ولا مليون مرة في اليوم ده بالذات. رغم اعتراضي الشديد على المبدأ ده، يعني الأم ما ينفعش إن احنا ما نفتكرهاش إلا يوم واحد في السنة. مفروض الغنوة دي تيجي يوميا، لأنها بتحمل معاني وبتحرك الوجدان. صح ولا ايه رأيكم؟